تبارك وتعالى أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، العلماء ورثة الأنبياء، رفع الله شأنهم وجعلهم أهل خشيته، ولو كان هناك من هو أشرف منهم لقرنه الله باسمه واسم ملائكته حين قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. لذلك فإن مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، فهم سراج العباد ومنار البلاد وينابيع الحكمة. ومن الواجب على من سواهم أن يحفظ لهم قدرهم أحياء وأمواتا، فليس منا كما يقول صلى الله عليه وسلم من لم يعرف لعالمنا حقه. ومن العلماء الأجلاء في أمتنا الإسلامية عامة وفي مصر الكنانة خاصة العالم الجليل إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، كان علما من أعلامها وكوكبا من كواكب الهداية في سمائها. عاش عمره في خدمة العلم والقرآن والإسلام، وانطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وذلك لما حباه الله عز وجل من فهم للقرآن، ورزقه من المعرفة بأسراره وأعماقه ما لم يرزق غيره، فله فيه لطائف ولمحات وإشارات ووقفات ونظرات استطاع بها وبحكمته وبموعظته الحسنة نشر وسطية الإسلام وسماحته، وذلك لما رزقه الله من قبول ومحبة في قلوب الناس، وأسلوب متميز تفتحت له العقول والأفهام. وقد شاءت إرادة الله عز وجل ألا تغلق صحيفته، وأن يستمر عطاؤه وحظه من ميراث النبوة كلما أراد أحد أن يسيء إليه، وهو الذي كان يقول في حياته: إن الداعي إلى الله الذي لا يفتري عليه أحد قد فاته حظه من ميراث النبوة. وها هي الحسنات والدعوات الصالحات تنهال عليه في قبره من جموع المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي، لأنه كما يقول أحد تلامذته: كان عالما عاملا متصدقا ما زال بعلمه حي فينا إلى يومنا هذا، وسيظل علمه في بيت كل مسلم ومسلمة إلى أن نلقى الله عز وجل، لأن الله سبحانه رزقه الإخلاص والقبول والتفهم، ومتى علم الله من عبده الإخلاص أحبه وفتح له قلوب الناس. نعم، إنه إمام الدعاة وإمام المفسرين في زمانه، هو إمام لكل إمام وشيخ لكل داعية عاصره أو عايشه أو جاء بعده، فمعينه لا ينضب، لأنه عالم معلم، لأن هناك علم وراثة وعلم دراسة، وقد اجتهد رحمه الله في علم الدراسة فأكرمه الله تبارك وتعالى بعلم الوراثة. والإذاعة المصرية له فيها تاريخ، فكم تعطر أثيرها بخواطره، وما زالت تذيع له يوميا
على شبكتي القرآن الكريم والبرنامج العام جانبا من فيوضاته وتجلياته، بل وتذيع دعاءه بعد كل أذان، وهي تفعل ذلك لأنها تعرف قدره عند الله وعند الناس، فسيظل ذكره ساريا في الآفاق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنها إرادة الله عز وجل. يا سيدي، يحميك من كيد الذين تقولوا رب عزيز قادر قهار، ينداح باطلهم وعلمك مشرق، فالليل ليل والنهار نهار. رحم الله إمام الدعاء وإمام المفسرين العالم الجليل الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة واسعة. وكم من دفين في التراب وذكره باق يزاحم منكب الآباد، ومعمر عمر الوجود فما رنى صوت إليه ولا ترنم حادي. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب